يقول لك في الفوز يزداد به فخرا وفي الهزيمة يزداد له عشقا، ويكفي أن الأهلي في قلوبهم هو أجمل حكاية. بعثة الأهلي تطير إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في مواجهة هامة جدا يوم السبت القادم الساعة 9 مساء على قنوات بين سبورت المشفرة. ياسس روب كان أعلن قائمة النادي الأهلي، قائمة بتضم كومش بعد تقييده إفريقيا، وبتضم هادي رياض الوافد الجديد من بتروجيت لعيبة النادي الأهلي، وحالة من السعادة لعيبة النادي الأهلي بتواجد سيد عبد الحفيظ، وهناك تحفيزات كبيرة جدا للعيبة النادي الأهلي من أجل العودة بنتيجة إيجابية سواء التعادل أو الفوز، من أجل ضمان التأهل قبل مواجهة الجيش الملكي اللي النادي الأهلي حدد ليها يوم 15 في الشهر الحالي. أيضا النادي الأهلي بيطلب الساعة الكاملة في استاد القاهرة في مواجهة الجيش الملكي المغربي في آخر مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق للنادي الأهلي في المباريات القادمة، مباريات صعبة. النادي الأهلي عنده يوم السبت شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا مواجهة هامة، يوم الأربعاء مواجهة مؤجلة مع الإسماعيلي في مباريات الدوري، والنادي الأهلي ما بقاش عنده فقد نقاط في الدوري خاصة بعد التعادل مع البنك الأهلي وفوز الزمالك. أصبح الرفاهية فقد النقاط للنادي الأهلي صعبة في الفترة الحالية. بعد كده هيلاعب يوم الأحد هيلاعب الجيش الملكي المغربي الموافق 15، ضغط مباريات كبير جدا على النادي الأهلي، ولكن هي ده قدر الفرق الكبرى، هو ده قدر النادي الأهلي، قدر لعيبة النادي الأهلي اللي لازم يكونوا عارفين الكلام ده، ان هم هيشاركوا في اكتر من بطولة وعندهم كل البطولات، محتاجين ان احنا نكسب فيها، محتاجين ان احنا نحققها دائما ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته يوم السبت القادم، مباراة مهمة قدام شبيبة القبائل الجزائري. بتمنى من حضراتكم لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، متابعة لصفحتي على الفيسبوك، واكتب لي توقعك لنتيجة المباراة في الكومنتات.